هالو meine Freunde. درس النهاردة عن أدوات الربط. das ob. بتيجي أدوات الربط دي مع أفعال معينة عشان تربط جملتين ببعض. جملة رئيسية بيجي فيها الفعل اللي بيسبب مجيء أداة الربط. والنهاردة في الدرس ده هنعرض أدوات الربط وإزاي بنستخدمها، وكمان إيه هي الأفعال اللي في اللغة الألمانية اللي بتيجي مع الجملة الرئيسية. مش هنطول عليكم ويلا بينا نبدأ الأول نعرف إيه هي أدوات الربط معناها إيه. وأول أدوات الربط اللي معانا النهاردة das. أداة الربط das اللي بيجي بمعنى أن، الدالة على تأكيد. لما بنتكلم عن شيء معروف أو مؤكد، عشان كده الربط ده بيجي مع كتير قوي مع كتير قوي من الأفعال. وأول الأفعال معانا denken يعني يعتقد. والمثال بتاعنا Warum denkst du, dass Peter durch die Prüfung fällt؟ لماذا تعتقد أن بيتر سوف يرسب في الاختبار؟ تاني الأفعال معنا fürchten يعني يخاف. المثال بتاعنا Ich fürchte, dass sie ihn verlassen wird. أنا أخاف أنها ستخسره. وتالت الأفعال معنا glauben يعني يعتقد أو يؤمن به. Ich glaube nicht, dass Sabina heute noch kommt. أنا لا أعتقد أن سابين أتت اليوم. والفعل الرابع hoffen يعني يأمل. Ich hoffe nicht, dass du von der Schule fliegst. أنا أأمل أنك لم تهرب من المدرسة، أو أتمنى أنه لا يتم طردك من المدرسة. خامس الأفعال vermuten يعني يخمن. Ich vermute, dass unser Sohn heimlich raucht. أنا أخمن أو أنا أظن أن ابننا يدخن أحيانا. وتاني أدوات الربط معنا النهاردة ob. ورابط ob ده يجي بمعنى إذا ما، الدالة على الشك، فبيستخدم في الحديث عن شيء غير معروف أو غير مؤكد أو فيه شك. ومن أمثلة الأفعال اللي بتيجي مع رابط ob، أول الأفعال معانا keine Ahnung haben، ليس لدي فكرة أو ليس عندي فكرة. Ich habe keine Ahnung, ob Silvia verheiratet ist. أنا ليس عندي فكرة إذا ما كانت سيلفيا متزوجة. وتاني الأفعال اللي بتيجي مع ob sich frage يسأل نفسه. Ich frage mich, ob du mich noch liebst. أنا أتساءل عما إذا ما زالت تحبني. وثالث الأفعال معنا nachforschen يبحث خلف أو يفتش. Warum forscht du nicht nach, ob das Geld hat؟ لما لم تبحث عما إذا كان لديه مال؟ وخامس الأفعال معنا neugierig sein يكون فضوليا. Ewald ist neugierig, ob Uta einen Freund hat. Ewald فضولي عما إذا كان لدى يوتا صديق. وكده درس النهارده خلص عن أدوات الربط das وأوب. أتمنى يكون الدرس أفادكم، ولو عجبكم الدرس دوسوا لايك وشيروا الفيديو عشان غيركم يستفيد. ولو ما اشتركتوش معايا في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد احنا بنقدمه. Auf Wiedersehen.